هلو. المرة دي الكلام عميق شوية، فهنقسمه لتو بارتس. أول بارت هو إيه الفن ويعني إيه. تاني بارت إيه المدارس الفن ويعني إيه أصلا مدارس الفن دي. الفن عبارة عن إيه؟ هو حاجة إبداعية بيعبر فيها الإنسان عن ذاته وعن مشاعره، أفكاره، تجاربه، بيستخدم فيها خياله ومهاراته. الفن دي طريقة أو اللغة اللي بتعبر بيها عن اللي جواك، عن اللي مش فاهمه ومش عارف تشرحه، حاجة شفتها معلقة في دماغك أو حاجة نفسك تتحقق، عن مشاعر مش عارف تطلعها، أو عن حاجة نفسك تشوفها فتخيلتها. طيب يعني إيه فن؟ إحنا هنا هنتكلم عن الفنون التشكيلية بس. الفن حاجة بتتشاف بالعين، بيعبر عنها لون وخط وشكل وخامة. الفن التشكيلي هو محاولة الفنان أن يحول إحساسه وفكرته لصورة مرئية قدامنا، تتعلق قدامنا وتفضل جوانا، نقدر نقف قدامها ونحسها قبل ما نفهمها. مش لازم اللوحة تشرح نفسها ولا لازم تعجب الكل، كفاية إنها تكون صادقة بتعبر عن مشاعر فنان. مش شرط نفهمه بعقلنا، أحيانا بنكتفي إن احنا بنحس الحاجة. طيب ايه هي انواع الفنون التشكيلية؟ هي ليها اشكال كتير بس احنا نتكلم على اهمها. اول حاجة الرسم هو اساسه خط. الخط ده بيبقى على سطح، ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون رصاص، فحم، حبر. كل خامة وليها روح وكل فنان بيختار اللي شبهه. طيب تاني حاجة التصوير painting. هنا بنشتغل أكتر على اللون هو البطل، مش مجرد رسم وخلاص، لكن بنعتمد على توزيع الألوان، الأحساس، الجو العام للوحة. طيب ممكن نستخدم ألوان إيه؟ oil painting، watercolor، acrylic، gouache، pastel، oil pastel. تالت حاجة النحت، هو فن 3D. ممكن يبقى على إيه؟ يبقى على حجر، خشب، برونز، رخام. الشكل بيتشاف وبيتلمس، بس في نفس الوقت في إحساس بالقوة والهدوء مع بعض. طيب رابع حاجة هو الخزف، فن قريب من الأرض عشان بنستخدم فيه الطين. بيتشكل بالإيد وبيعدي ببروسس وبعدين بيدخل على النار وبعديها بيطلع نستخدم فيه بروسس برضو تانية وبيطلع بشكل كامل، قطعة فنية كاملة. طيب خامس حاجة الجرافيك. الفن ده بيعتمد على خطوط وعلى تكوين وعلى حاجات تبسيط الأشكال. طيب بيظهر في ايه؟ في البوسترز، في الكوفرز. بيشتغل على حاجات كتير ليها علاقة بالإعلانات. وده الجزء اللي ليه علاقة بالفن التشكيلي. المرة الجاية هنتكلم عن يعني ايه مدرسة فنية وايه هي انواع المدارس الفنية. بس كده، باي باي.